بزاف منكم الاصدقاء غادي يكونوا شافوا التتويج ديال الحكيمي بالكره الذهبيه. ماشي غير هادشي، بل كانوا بزاف ديال التتويجات ديال بزاف ديال اللاعبين من المنتخب المغربي في جميع الفئات من طبيعه الحال، بل كان تتويج ديال بعض اللاعبات حتى هما. ما جيتش باش نهضر على هاد التتويجات هادو، بل جيت قاصد بالضبط الكره الذهبيه الافريقيه والتتويج ديال الحكيمي من طبيعه الحال، اللي كان من هذا المنبر هذا كنقولوا بانه انسان اللي يستاهل من بعد الاجتهاد ديالو، انسان اللي بكل صراحه الاصدقاء من هذوك الناس اللي كيخدموا على راسهم وما كيقولوا حتى شي حاجه وما كيتسناو حتى من شي واحد انه يقول عليهم شي حاجه، من هذوك الناس اللي عارفين شنو باغين وعارفين لاش باغيين يوصلوا. حكيمي من هاد الناس هادو. اذا الاصدقاء من بعد التتويج ديالو بالكره الذهبيه ناض بزاف ديال الاعلام، ناضوا بزاف ديال الناس على السوشيال ميديا من بيناتهم حتى حنايا من طبيعه الحال. دونك غادي نهضروا على هاد الناس هادو اللي ناضوا على مواقع التواصل الاجتماعي. كاين اللي مع من طبيعه الحال ان حكيمي يتوج بالكره الذهبيه، وكاين اللي ضد، كاين اللي كيقول علاش محمد صلاح. من طبيعه الحال نتوما عارفين الاعلام المصري والمصريين شنو كيديروا على السوشيال ميديا من بعد ما كيوقع شي حاجه من هذا الشيء. دونك الاصدقاء من بعد ما حكيمي توج بالكره الذهبيه وهو راكب على تروتينيش من طبيعه الحال، حكيمي الاصدقاء اللي بكل صراحه قدم واحد المستوى اللي رائع ورائع ديال بصح. خرجوا بعض الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، كاين منهم كما قلت لكم اللي كيقول ان صلاح هو اللي كيستاهل انه يفوز بالكره الذهبيه. خليكم مثلا مع هذا الفيديو هذا. كان تخيل ان الصوره دي ما ياخدش افضل لاعب في افريقيا، ده في الدوري الانجليزي اللي هو الاصعب في العالم وكمان اعلى اسيستات فيه، الافضل في الدوري الانجليزي وكمان افضل لاعب في الدوري الانجليزي بالنسبه للمحترفين. صلاح كان محتاج ايه تاني عشان يثبت ان هو افضل لاعب موجود في افريقيا؟ صراحه انت مش افضل في افريقيا حاليا، لا انت الافضل في التاريخ. ده كروب يا اخي، رو شو هيك زفير، شو هيك زفير، رو صلى على النبي يا اخي. صراحه انت مش افضل في افريقيا حاليا، لا انت الافضل في التاريخ رو يا اخي، رو صلى على النبي، رو قد حكيم عامل حرقه. هادو من المصريين اللي ما كانوش متفقين على ان حكيمي يستاهل انه يتوج بالكره الذهبيه. في المقابل كنلقاو على ان الاعلام المصري بصح انه فرح للتتويج ديال حكيمي بالكره الذهبيه. مثلا شوفوا معايا هذا الفيديو هذا. انا بالنسبه لي يعني بدون عواطف، يعني اولا ارقامه مع منتخب المغرب سواء ارقامه القياسيه كمان مع ونتائجه السنه دي مع باريس سان جيرمان، بتتكلم في دوري ابطال اوروبا، بتتكلم في كاس السوبر الاوروبي، بتتكلم في تاهل النهائي. انت بتتكلم على مستوى البطولات الدوليه بشكل عام. طب صلاح بطل او مع ليفربول فاز بالدوري الانجليزي، تمام. هل عدم مشاركته في كاس عالم انديه، عدم احرازه دوري ابطال اوروبا، عدم احراز حاجه مؤثره مع منتخب مصر، بس مصر اتاهلت كاس عالم، بالظبط، يقلل من حظوظه مثلا؟ بالنسبه لي هيتم جزء منها هيتبص على فكره الارقام مع الانديه. الارقام مع الانديه، محمد صلاح دوري انجليزي تمام، بس الناحيه الثانيه اشرف حكيمي واخد الثلاثيه. كما قلنا في البدايه ديال الفيديو، كاين اللي مع وكاين اللي ضد، وكل واحد والراي ديالو. فالاصدقاء حكيمي من بعد هذا الشيء هذا كامل كما كنقولوا حنايا المغاربه اننا ما عندنا زهر مع بنادم، وهذا الشيء من طبيعه الحال حنايا عارفينه، ولكن خصنا نعرفوا بانه حتى شي واحد بالرغم من النجاح ديالك وبالرغم من داك الشيء اللي كتحقق، كون متاكد بانه دائما غتلقى واحد الشخص اللي كيتسناك في الدوره وكيتسنى انه يقول عليك شي حاجه. راه من طبيعه الحال الا جيتي تشوف غادي يجي وغادي يبدا كيشكر فيك وغادي يبدا كيقول بان هذاك السيد راه مزيان. حنا كنهضروا دابا عامه، وغادي يقول بان داك السيد يستاهل، ولكن ملي كتجي وكتبدا شي امور اللي من طبيعه الحال كتكون ضده هو ولا كتكون ضد شي حاجه اللي هو كيبغيها، فمن طبيعه الحال غادي تحول وغادي يبدا كيدوي على ان داك الشيء ولا داك السيد بانه ما مزيانش وما يستاهلش، بل هو اللي كيستاهل. دونك هذه غريزه انسانيه اللي كتبقى معنا وحنايا عايشين على طول حياتنا. الاعلام من طبيعه الحال كتختلف الاراء ديالو من شخص لاخر، ولا من يعني كما كنقولوا من صحيفه الاخرى، ولا كما كنقولوا من بلاد لبلاد. فهذا الشيء هذا اللي خلانا نخرجوا في هذا الفيديو هذا ونقولوا مبروك للاخ ديالنا اشرف حكيمي انه توج بهذه الجائزه هذه. هذه الجائزه هذه من طبيعه الحال اللي تحرموا منها بزاف ديال اللاعبين المغاربه، من بينهم اشرف حكيمي السنه اللي فاتت بونو من طبيعه الحال اللي كنا حتى هو كنتسناو انه يفوز بها. بزاف ديال اللاعبين المغاربه اللي قدموا واحد المستويات اللي كبيره، ولكن كل مره كما كنعرفوا على ماما افريقيا انها كل مره كتجينا بشي حوايج اللي جداد من طبيعه الحال اللي
مستحيل انه شي واحد يتوقعها، على خلاف اوروبا مثلا اللي قليل المرات فين كيغلطوا بحال كما وقع مع عثمان ديمبيلي. فهاد الشيء هذا بالضبط اللي وقع، وكل مره كما كنقولوا بانه اي حاجه باش توصل لها خاصك دير بزاف ديال الحوايج وخاصك تنازل بزاف ديال المرات باش توصل لها. اذا حكيمي حنا عارفين كمغاربه وكنا كنتسناو من شحال هذا انه يتوج بهاد الجائزه هذه، والحمد لله انه وصل له التوج بها، كانت فقط مساله وقت. الاراء ديالكم دابا هي اللي بغيتها في الكومونتير لتحت. واش في نظركم بان حكيمي بصح كان يستاهل انه يتوج بالكره الذهبيه؟ وهذا الشيء هذا اللي تابع اللاعبين المغاربه وتابع المنتخب المغربي، خصوصا انه حاليا المغرب داير واحد الطفره اللي كرويه على جميع الفئات السنيه. هذا الشيء اللي خلى بزاف ديال العيون انها تاجه جهتنا، خصوصا ملي كنجيو كنهضروا على واحد اللاعب اللي ماشي عادي، وواحد اللاعب اللي كيتعتبر ايقونه ديال كره القدم على مستوى جميع المنتخبات المغربيه، وعلى نقدروا نقولوا على انه احسن لاعب داز في تاريخ الكره المغربيه. الاراء ديالكم كتهمني، كومونتير لكم لتحت، كتبوا اي حاجه تبغيوها بلا ما نطول عليكم اكثر من هكا، والسلام عليكم.